السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. شكرا لكم خوتي على دعمي والاشتراك في القناة. في الأيام اللي فاتت خرج أوبيرا وهضر بهضرة ماشي عادية، هضرة حبست بزاف ناس وخلات الجدل يشعل في السوشيال ميديا. ما كانش يهضر باش يدير البوز ولا يطلع للترند، بالعكس كان واضح ومباشر، وقال باللي الشهرة ماشي لعبة، وماشي أي واحد يطلع في التيك توك ولا الانستغرام يولي يدير واش يحب بلا حساب. أوبيرا ركز على فئة يسميو رواحهم مؤثرات، وقال باللي التصرفات تاع بعضهم راهي تولي تسيء للمرأة الجزائرية وتشوه صورة البلاد قدام الناس كامل. حسب كلامه المؤثر ما يمثلش غير روحه ولا صفحته، بل يمثل المجتمع كامل بثقافته وتقاليد. من بين الأسماء اللي ذكرها كان ترانيا إزميرالدا، وين انتقد تصرفاتها وكلامها في الفترة الأخيرة، وقال باللي كاين محتوى ما يتشافش قدام جمهور كبير، خاصة لما يكون فيه استفزاز وتفاهة وتصرفات تمد صورة غير محترمة على الجزائريات وتخلي الناس برا يحكموا على الكل بنفس النظرة. أوبيرا ما وقفش هنا، وفتح كذلك موضوع مايا رجيل، وهضر على الهوس بالتجميل والعمليات، وقال باللي الجمال الحقيقي ماشي في الوجه ولا في القوام، الجمال في الأخلاق والقيم، ولمح بزاف للمبالغ الكبيرة اللي تتصرف في أمور مش ضرورية، بينما التأثير الحقيقي يكون بالكلمة والمحتوى ماشي بالمظهر فقط. اللي كان واضح من كلام أوبيرا باللي ما عندوش مشكل مع الحرية الشخصية، بس حكي تولي الحرية قدام ملايين الناس تولي مسؤولية كبيرة. اليوم ستوري، غدوة فيديو، بعد غدوة تلقى روحك حديث الناس كامل، والتأثير ما يكونش على شخص واحد فقط بل على مجتمع كامل، خاصة البنات الصغار اللي يقلدوا بلا وعي. ردود الفعل كانت من كل جهة، كاين اللي وقف مع أوبيرا وقال باللي هدرته في محلها، وكان اللي شاف أسلوبه قاسي شوية، وفئة أخرى قالت باللي كل واحد حر يدير واش يحب. وهنا يطرح السؤال الحقيقي: هل الشهرة تبرر أي تصرف، ولا المؤثر يشوف روحه حر في محتواه؟ والآن نحب نسمع رأيكم انتوما. هل تشوفوا باللي أوبيرا اللي هدر كان محق، ولا تشوفوا انه كل واحد حر في محتواه؟ اكتبوا لي آراءكم في التعليقات، وما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.